فات اسبوع من شهر رمضان، الشهر اللي انا بجد ببقى شايفاه اكتر شهر ربنا بيستجيب فيه. بيبعدنا عن حاجات ممكن تبقى مؤذية بالنسبة لنا، بيحقق لنا حاجات احنا بنتمناها. وانا عن تجربة شخصية في خلال الاسبوع الاولاني من شهر رمضان، حاجات ممكن تبقى بالنسبة لناس صغيرة جدا، لكن انا بالنسبة لي كانت حلوة جدا. ان انا مثلا في حاجات في شغلي انا مبسوطة ان انا بعملها. في مثلا ربنا فداني في حاجات كان ممكن تأذيني، زي مثلا ان انا اكون راكبة في مواصلة، والمواصلة دي كان ممكن جدا لا قدر الله يحصل حادثة فيها، وانا بقى قاعدة اقرا قرآن في الوقت ده، تظهر لي آية في سورة انا قاعدة اقراها بتطمني ان لا يا دينا انت هتوصلي ان شاء الله. وبجد انا وصلت والحمد لله، لان انا فعلا كنت حاسة ان هي خلاص النهاية ومش عارفة اقول ايه. وزي ما احنا اتفقنا ان احنا في برنامج في رمضان اسمه دعوة فاستجاب، وكنا في اول حلقة الحمد لله الناس كتير جدا تفاعلت معاها. وعشان كده معانا حلقة تانية مع الكاتبة الصحفية ماجدة ابراهيم، هتحكي لنا تجربة ليها مع الدعاء وازاي ربنا استجاب لها. يلا نشوف. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. وعلشان جو الروحانيات اللي احنا عايشين فيه، هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي استجابة الدعوة. ربنا بيقول في آيات الذكر الحكيم: ادعوني استجب لكم. كلنا، كل الناس، انا ناس كتيرة غيري، اكيد بينهم وبين ربنا حاجات واسرار وادعية دعوها وربنا استجاب لها. ممكن يبقى طبعا في فرق ما بين حد وحد، يعني اللي قريب من ربنا اكتر يمكن تبقى استجابة ربنا ليه اكبر. لكن في النهاية كلنا سواء كنا كويسين او وحشين، ربنا بيستجيب لنا في ادعية كتيرة جدا. ولو اتكلمت عن نفسي، هقول انه طبعا في حاجات ممكن اقدر اقولها، وفي حاجات ما اقدرش اقولها، اللي هي يعني اسرار بيني وبين ربنا. فلو قلنا ايه الدعوات اللي ممكن تكون مرت عليا دعيتها لربنا وتم استجابتها، طبعا انا واحده كان كل امنيتها في الدنيا ان هي تطلع صحفيه. كنت شايفه انه من اول ما كان سني 10 سنين انا عايزه ادخل كليه اعلام، انا عايزه ابقى صحفيه. وكان دي الدعوه الاساسيه والرئيسيه في حياتي وانا صغيره، والحمد لله ربنا حققها لي. من الدعوات التانية اللي يعني قريبة قوي من قلبي واللي أحب أحكي عنها، هي إن أنا كان نفسي، أنا كان أول طفل ليا كان ولد. وانا مش متحيزه طبعا، ان انا بحب طبعا البنات وبحب الولاد، بس كنت كان نفسي ابقى عندي بنت. وكنت فاكره انه اول حد هخلفه بنت بصراحه، يعني او كنت مرتبه نفسي على كده، ولكن ان شاء ربنا ان انا جبت ولد. فكنت دايما وانا حامل في الطفل الثاني دعوه كنت دايما بقولها وبدعيها كتير طول الليل وطول النهار ان انا اخلف بنت. والحمد لله ربنا حقق لي دعوتي وخلفت بنت زي القمر. دلوقتي كبرت واتجوزت ان شاء الله، يعني اشوف ولادها. كمان حاجات كتيرة بندعيها، جزء منها التوفيق في العمل. يمكن أنا عندي أهم حاجتين في حياتي هما ولادي وشغلي. من الحاجات برضو اللي أفتكر إن أنا دعيتها كتير هو اللي ليه علاقة بالكتابة، أو إن أنا أبقى حد ناس كتير بتقرأ له أو بيعجبهم كلامه أو بيعجبهم كتاباته. فأنا كان جزء من اختياري لمجال الصحافه ان انا كان نفسي ابقى في يوم من الايام، يعني طبعا ما حصلش يعني ده، ان انا ابقى نجيب محفوظ او يوسف السباعي او انيس منصور او كل الناس اللي بداوا ادب واشتغلوا في الصحافه. بس يعني انا بحاول برضو، ومن خلال كتاباتي طبعا الادبيه، وسواء كان طباعه الكتب او من خلال كتابتي في الصحافه كمان. يعني اعتقد انه حاجات كتير يعني الواحد بيدعيها مع ربنا، سواء كان بقى للولاد في التوفيق وفي العمل، انه يعني ان احنا ان هم يحققوا حاجات كتير، نشوفهم ناجحين في حياتهم.
وده يعني الام كل اللي بتعمله ان هي بتفضل تدعي لاولادها، وربنا ان شاء الله بيستجيب. كل اللي اقدر اقوله بس يعني زي ما قلت انه انا اتكلمت على الحاجات اللي ينفع اتكلم عليها، وهي الدعوات اللي ممكن تبقى دعوات خاصة بيا بس اثرت كتير في حياتي. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.